نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من آخر سورة الكهف. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في سياق باب الحث على سور وآيات معينة من كتاب الله ما يتعلق بسورة الكهف، وما يتعلق بفاتحة الكتاب وآخر سورة البقرة. أما الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها عصم من الدجال. والدجال رجل كافر يبعث في آخر الزمان، يدعي النبوة أولا، يعني أنه نبي، ثم يدعي أنه إله والعياذ بالله. وفتنته أعظم فتنة كانت على الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: إن خرج في وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإلا فالله خليفتي على كل مسلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فتنته، وما من نبي من الأنبياء إلا أنذره قومه، حتى يستعد الناس بنو آدم يستعدوا لهذه الفتنة العظيمة. وإلا من المعلوم أنه لن يأتي إلا في آخر الزمان، لكن لأجل التنويه بعظم فتنته وأن فتنته كبيرة عظيمة لا ينجو منها إلا من أنجاه الله سبحانه وتعالى. هذا الدجال يجعل الله على يديه آيات خوارق فتنة للناس، منها أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، فيأتي إلى القوم ممحلين ليس في أرضهم رعي ومواشيهم ضعاف عجاف، فيدعوهم ويمنيهم فيتبعونه، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، ثم تروح عليهم مواشيهم وهي أوفر ما تكون لحما وأغزر ما تكون لبنا، ثم يأتي إلى آخرين فيدعوهم ولكنهم ينكرونه فيصبحون ممحلين ليس في أرضهم نبات. هل تجدون أعظم من هذه الفتنة؟ لا سيما في البادية. فيتبعه أناس كثيرون، فمن تبعه أدخله جنته، ومن أنكره أدخله ناره، وهي جنة فيما يبدو للناس لكنها نار والعياذ بالله، وناره نار فيما يبدو للناس لكنها جنة وماء عذب، ولكن الناس ليس لهم إلا الظاهر، إلا أن الله سبحانه وتعالى بين لنا آياته أنه كاذب، يعني هذا الدجال، بما أخبرنا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن هذا الرجل مكتوب بين عينيه كافر، كاف فاء راء، يقرأه كل مؤمن،
كل مؤمن لو ما يعرف يكتب ولا يقرأ يقرأه، ويعمى عنه كل منافق ما يرى هذا المكتوب في عينيه بين عينيه، لأنه قد أضل والعياذ بالله. كما أن الإنسان في القبر إذا كان مؤمنا أجاب بالصواب وقال ربي الله ودين محمد ودين الإسلام ونبي محمد، وإذا كان منافقا ولو كان قارئا لم يجب والعياذ بالله. وأعطانا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية أيضا بينة، وهي أنه أعور ليس له إلا عين واحدة، وربنا جل وعلا ليس بأعور منزه عن كل عيب ونقص. فمن وفق سلم من فتنته ونجا. يبقى في الأرض هذا الدجال الخبيث، يبقى في الأرض 40 يوما، أول يوم كسنة، يعني 12 شهرا. سبحان الله، الآن الشمس تدور ب24 ساعة على الأرض، لكن أول يوم من أيام الدجال لا تدور إلا ب12 شهر، سنة كاملة. واليوم الثاني كالشهر 30 يوما، والثالث كالأسبوع 7 أيام، وبقية الأيام كأيامنا. يبقى هذه المدة، ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل هذا الدجال. المسيح الصادق النبي الطاهر يقتل هذا المسيح الخبيث الدجال، يسلطه الله عليه عز وجل فيقتله. ومن أجل عظم فتنته أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله منه في كل صلاة، فقال إذا تشهد أحدكم فليقل أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لأن فتنته عظيمة. فينبغي لنا أن نستعيذ بالله عز وجل بقلب صادق من فتنة هذا المسيح الدجال. ثم إنه أيضا من أسباب وقاية فتنته أن من حفظ 10 آيات من سورة الكهف من أولها أو آخرها وقرأهن عليه عصم من فتنته. ومن السور المعينة والآيات المعينة سورة الفاتحة، وآيتين من آخر سورة البقرة، فإنه ما قرأهما أحد من هذه الأمة مؤمنا موقنا إلا آتاه الله تعالى ما فيهما من الطلب. وفي سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى لعبده إذا قرأها في الصلاة قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وأما آخر سورة البقرة فيها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 7 جمل دعائية ما يدعو بها مؤمن موقنا مؤمنا إلا استجاب الله له، وهذه ميزة وفضل عظيم. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنكم وأن ينصرنا على القوم الكافرين.